كيفاش المغاربه يجيو يحشيوها لك وسط دارك؟ هذه بلاد، هذه بلاد اللي تقول المغاربه جاو داروا لي. انا عندي هذا العام 12 طائره لاخماد الحرائق، هذه باش انا دوك نضرب تليفون بدماغي، طيح تليفون نطيح لك التليفون هذا كاع. شكون اللي كان يطفي؟ كيفاش 12 طائره نبدا نطيح دوكا؟ بدل ما النظام الجزائري يخرج يقول ما عندناش الوسائل لمجابهه هذه الحرائق، كيف 2 ملايين و400 راك فاهم؟ 2 ملايين و400 هذه جايب لي انا 2 طائرات. اذا كان هناك جزائري مقتنع بأن المخزن والمغاربه هما اللي يديروا المشاكل في الداخل الجزائري، نقول له راك قعره وراك بهيم وراك ما عندك عقل. الرأي المغربي. السلام عليكم. هل بإمكانك تفسير ولا تقول لي كيف تخترق المغرب المخزن كل عام الجزائر وتشعلون النار العافية؟ والله اولا مسلم عليك طبعا، ومسلم على جمهورك الكريم، وفي نفس الوقت معزيك ومعزي الشعب الجزائري في وفاة هؤلاء الاطفال الابرياء. نسال الله سبحانه وتعالى انه يتغمدهم برحمته الواسعه، يعني بعيدا عن اي استغلال سياسي، نترحموا عليهم وان شاء الله ربي يصبركم ويصبر جميع الشعب الجزائري، وان شاء الله هذه يعني ما تتكررش، لانه للاسف الشديد ما رايناه شيء يعني يحز في النفس. يعني اطفال صغار ما عرفنا واش كانوا في خيريه ولا كانوا في حبس. انا اول مره نشوف خيريه فيها كرياج، اول مره نشوف خيريه فيها اسلاك شائكه، وهذه يطرح تساؤلات. والحسره الكبيره انه في العاصمه قرب اكبر مسجد في افريقيا وفي العالم اللي مخسور عليه 4 مليار دولار. المغربي انا ما دابك قبل ما ندوزوا لهذه الاخرى، حبيت تعلق لي على الحرائق. يعني العام اللي فات والعام اللي فات والاعوام السابقه، يعني كل ما كان يكون حريق هكا يخرجوا زوج، يعني الماك والمخزن. هل انت تعتقد بان هذا العام مازال ما طفاتش النار؟ هل يقولوا باللي المخزن والماك، ولا كاين سؤال واحد اخر؟ ولا لا، للاسف الشديد بامكانكم حقيقه اختراق الجزائر؟ روح تفضل. لا، للاسف الشديد النظام الجزائري والاعلام الجزائري هذا العام يعني تزامنت الحرائق مع الانتخابات، فيعني عزوف منطقه القبائل عن المشاركه في الانتخابات لصقوها في المروك. 6 مغاربه هما اللي داروا على القبائل كامله، قالوا لهم ما تصوتوا، فلا تشاركوا في الانتخابات، لانه انتم شفتوا جميعا لانهم قالوا بانه تم اعتقال هذو المغاربه، ولقاوهم يحرضوا القبائليين على عدم المشاركه في الانتخابات، وموراها شعلت العافيه، موراها شعلت الحرائق. فبالتالي لا جاوا يقولوا مره ثانيه راهو المراريك والمغاربه وكذا هما اللي عدلوا هذه الحرائق. المساله غتبان يعني مسرحيه، واعتقد ان الشعب الجزائري راهو فاق. الحرائق راهي تحصل في كل العالم. بدل ما النظام الجزائري يخرج يقول ما عندناش الوسائل لمجابهة هذه الحرائق واتساع رقعتها والجغرافيا وكذا وعورة المسالك وما إلى ذلك، لا 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 لا، ما يرضاوش يقولوا ما عندناش. أنت كناظر ما عندكش طائرة كناظر الإخوة الكرام تسوى 25 مليون أورو، ما يناهز 40 مليون دولار. النظام الجزائري خرج يتفاخر أنه مد مليار دولار للأفارقة. أنت المغرب عنده 8 طائرات شراهم 320 أورو. انت ما قدرش تجيب حتى يعني ابسط الوسائل لاخماد هذه الحرائق. بدل ما تلقى الاعذار. نكمل هذه النقطه نمشي النقطه المهمه. الله يطول لي عمرك. انا اعتقد انه اذا كان هناك جزائري مقتنع بأن المخزن والمغاربه هما اللي يديروا المشاكل في الداخل الجزائري، نقول له راك قعره وراك بهيم وراك ما عندك عقل. لانه الحقيقي الدوله اللي متحكمه في البلاد هي النظام، وانت تقول على انك دوله قويه وعندك مخابرات وعندك جيش. كيفاش مغاربه يجيو يخرجوك؟ كيفاش مغاربه يجيو يشعلوها لك وسط دارك؟ كيفاش مغاربه يجيو يحشيوها لك وسط دارك؟ هذه بلاد، هذه بلاد اللي تقول المغاربه جاو داروا لي. هذه الدوله اللي تقول المغاربه جاو شعلوا لي عافيه، جاو قالوا الناس ما تصوتش. امشي تتمنيك انت والدوله هذه اللي مخروقه يخرجوها مغاربه. اصبرك تحمست يا ربك بلا لا حول ولا. اصبرك تحمست خويا. لا شو اللي حكتونا هذوك الناس اللي يقولوا المغرب هاي اللي حكتونا وين يضحكوا علينا الناس. لانك حقيقه سنسرمو هذا السيد بار اكزومبل دقيقه برك اذا اعتقدت حقيقه بان الدوله الجزائريه يمكن اختراقها مرارا وتكرارا من المخزن، فبالتالي انت هذا هو الهضره اللي راهو يقول لنا فيها، يعني انكم خرجتونا، يعني رجعتونا بانو رخاص. لانك انت ماهوش من الامكان ولا من المنطق انك كل ما يصرى لك ارسال تقول لي المخزن. يعني دوك اذا هذا المخزن قوه ضاربه قال يا ودي قولوا لنا باللي قوه ضاربه باش ما نشوكاوش، واذا شفتونا باللي ما قوه ما درناش قولوا لنا، ولكن باش تقعدوا تلعبوا بالشعب هذه حاجه لا يمكن. راي مغربي ريح تشوف معنا دقيقه دوك نصيب لك واحد كيما انت في الكوتيلي مليح. يعطيك. أول حاجة، لم يصدر أي قرار من الحكومة الجزائرية أن المخزن هو السبب في الحرائق في 2026. هذه أنا ما شفتهاش. إذا عندك كاش دليل والله ماذا بك توريه لي؟ يعني أنا ما طالعت ما لقيت حتى دليل. ثاني حاجة،
انت من حقك كرائد تكون معارض، وكل واحد في الجزائر عنده رأي ويحترموه الناس ماذا بهم، كل واحد رأيه الشخصي، كل واحد يمثل رأيه. ثالث حاجة، أنا باش يطلع مروكي يسب لي الدولة تاعي هو مخلي حوايجه صافي الحرائق تاع مراكش اللي قبل 3 أيام ما راح شافها، بيجي لهنا يسب للدولة تاعي ويسب. هذا شأن داخلي نتناقش معاه مع وليد بلادي. أنا ما نقبلش مروكي يطلع لي لللايف ويسب في الحكومة تاعي والناس من تحت هو ما شوية ساب، تدعم هو فيه. سب قال حمار. اصبر دوك نقول لك واش قال، دوك نقول لك واش قال. هو ما يقدرش يسب وانا هنا باسكو عنده هذا السيد يريسبكتيني ولا بالي واش قال، وانا ما تفاعلش معاه لان هنا على بالي. قال لك الانسان اللي يعتقد بان المروك ولا المغرب تستطيع اختراق الجزائر كما راهم يقولوا لك اشاك فوا، هو انسان مخرقص، وانا اشاطره الراي. اي بنادم يعتقد بان المغرب هذه هي شماعه المشاكل في الجزائر واي حاجه تقول لي المروك، فبالتالي انت مخرقص، انت حمار. انا بور موا سي صا، لان الانسان لازم يكون يخمم شويه، لازم تكون عندك اون ماتيير غريس في مخك. دوك انت ماشي ما كاش المال تقول لي المغرب الاخرى هذيك من المغرب دون ربي. دوك انت فهمني، انا عندما ارى اللايفات تاع الناس اللي يتبناوا الطرح تاع النظام يقولوا بان المغرب دوله فقيره قاتلهم الجوع، المغرب ما لا يفقهون شيئا، لا يستطيعون اي حاجه، ما يقدروا كذا. فبالتالي انا المغرب نشوفها ما كاش، نشوفها زيرو. راك فاهم؟ ومن بعد انايا كي تصلى عفسه تقول لي المغرب. دوك فهموا ربنا، الى المغرب هذا ما كاين والو، هاو ما كاين والو. الى المغرب هذا حاجه كبيره قولوا لنا بلي المغرب حاجه كبيره، كما نزعفوش نوقفوا معاكم. كي تقولوا لنا المغرب حاجه كبيره والمغرب هذا راهو قوه ضاربه سيدي، انا غدوه كي تصلى عفسه تقول لي المغرب نقول لك نحن مع الدوله، انا واحد تولي مع الدوله كونطر المغرب. ولكن انت من جهه تقول لي المغرب قاتلهم الجوع والسياحه وتقعد تسب لي في المغاربه، مع الاخر تقول لي ها يستطيعون تآمر على الجزائر. الفو تفهمني. دونك انا هذا علاش ما سيد ما اساء للجزائريين، ما اساء للجزائر، ما اساء للدوله. تفضل. رائد، انا ضد الفكره تاع المخزن تخلي وسبب لي الحرائق ودار لي لانه انا نعلم ومتاكد. الحمد لله، يعني هو ما كانش يهضر عليك، هذا ما كانش يتكلم عليك. انا نصنف المخابرات الجزائريه كواحده من اقوى الاجهزه واكثرها كفاءه اقليميا وعالميا، وهذه مفروغ منها. عندنا مخابرات رائد هذه نستعرفوا بها، يعني ما مستحيل يدخل مروكي يدير لك هذو الحوايج. انا هذو الحرائق لهم اسباب طبيعيه، فاهم؟ فيهم اسباب طبيعيه. الشعب يتحمل مسؤوليه من بعض الحرائق. متفق معك انه كانت غياب للرقابه، هذه يعني معك 100%. الرقابه غايبه عندنا، وهذو اللي يخدموا في الرقابه اللي كونتروليو الحوايج هذو من الشعب. رائد ما نكذبوش على بعضنا. من الشعب نو صاحبي. شوف هذه العفسه نهضروا فيها مقوده. هاد الشعب هذا دوك انا كي ندخل المؤسسه ونلبس اللبسه تاع المؤسسه نولي عندي نظام نمشي عليه، عندي قوانين نمشي عليها. اذا كنت انا انسان داخل في مؤسسه ونأدي الواجبات ديالي، انا كانسان نولي تابع لهذيك المؤسسه. كي نخالف القوانين هذيك المؤسسه تفصلني من العمل ديالي. فهمت كيف؟ الشعبي هذاك كيكون ماهوش لابس بزه حاجه، وكيكون لابس بزه يكون حاجه واحده اخرى. فبالتالي هذه انا ضربتها لك في الحيط، زيد واحده اخرى. شوف، وكما قال لك المروكي هذا، قال لك انا عندي 8 طائرات. انا عندي هذا العام 12 طائره لاخماد الحرائق. هذه باش 12 طائره لاخماد الحرائق. انا دوك نضرب تليفون بدماغي، يطيح تليفون نطيح لك التليفون هذا كاع. شكون اللي كان يطفي؟ شكون اللي كان يطفي؟ كيفاش 12 طائره نبدا نطيح دوكا؟ وراي 12 طائره، 6 في الشرق و6 في الغرب. رائد، روح اطلع على المعلومه. عندك 12 طائره. البروجا تاع الحمايه المدنيه سيدري كاين طائرات بصح غير ما تكفيش. تا قلت الجزائر 2 ملايين و400. كيف 2 ملايين و400 راك فاهم؟ 2 ملايين و400 هذه جايب لي انايا 2 طائرات. راني شفتهم اي كاينه في لاباج تاع الحمايه. انا كنت غنصحح له مقبل ونسيت. الجزائر كوموندات 4 طائرات روسيه الصنع، جبنا منهم 2 لي ديكلاراسيون اوفيسيال. انا نحكوا جبنا منهم 2 ومازال 2 واحد اخرين يلحقوا بلوطار. وختاش بلوطار هذه ما نعرف. انا شفت طائرات تطفي النار في الجزائر، ولكن هل هي كافيه؟ هل هي بالحجم اللازم؟ راك فاهم؟ هذه وحده. انت ثاني تزيد لك نروحوا للنقطه الثانيه. هذوك دراري صغار اللي ماتوا الله يرحمهم، هذوك دراري صغار نقول لك باللي من الاول ما عندهمش قيمه في الجزائر. دوك نقول لك علاش. لان رئيس البلاد، القائد الاول للقوات المسلحه، راك فاهم؟ القائد الاول للبلاد
هو إنسان عندما تكلم على صنصال وصفه بعديم الهوية ووصفه بعديم الشرف. فهمت كيفاش؟ هادوك الدراري صغار مساكن ماهيش الغلطه تاعهم، الغلطه تاع والديهم لي ماجوري فاكسيني اللي ما قدروش ياسيوميو الغلطه ديالهم، اللي ما كانوش فيهم الانسانيه ولا الظروف فرضت عليهم انهم يتخلاو على الابناء ديالهم. انت نسقسيك يا خو، كي يكونوا عندك اطفال ديتيكتور دو فومي، راك شايف يعني هذاك تاع الدخان، كي يخرج عندك الدخان انت تي سونسي انك واش دير. هذوك الاطفال صغار، فاهم، هذوك الاطفال الابرياء اللي راهم في سن صغيره يقدروا هكا يديروا يلعبوا يشعلوا النار في نامبور كال حاجه. انت تكون اوموا موفر لهم الامكانيات اللازمه باش يعيشوا حياه كريمه، اوموا حاجه وشنو تحمي بها الاطفال بديتيكتور دو فومي هكذا كان ما درتهاش في البلاد. انت تشوف كيفاش دايرينهم لي باروداج سي بيان بور بروتيجي لي زونفون، مي فو فار ثاني حاجه واحده اخرى مخارج للطوارئ. يعني انت تكون داير لهم مخارج للطوارئ، ماشي انت دير له باروداج هو مسكين في حاله طوارئ ما عندوش منين يخرج. سيك لي زاجون سيكوريتي، لي زانفيرميي، لي ميدسان اللي كانوا لازم وين كانوا؟ علاش ما تفاعلوش بالحاده ديك النار تجي غير بالعقل، النار ما تشعلش فاهم؟ هذيك لازم تكون عفسه مواد كيميائيه باش تعل داب، علاش ما كاش هذوك الناس؟ راك فاهم؟ دوك يا خوك عايش في بلاد اللي كي يكون بار اكزومبل في الكار، شفت الكار تاع الحراج اللي يموت يعطوا له 100 مليون، واللي ما يموتش يعاقبوه حق ما ماتش يعطوا له 100 مليون. هكشي كي يموت 100 مليون، كي ما تموتش يدوك الحراج تعاقب حق انك ما متش يا اخو. كي ما تموتش شكون اللي يتحاسب الشوفير ويتحاسب الاخر. هذه ثاني راك راح تشوف بعينك شكون اللي راح يتحاسب. راح يتحاسبوا مجرد ناس بسطاء، اجون سيكوريتي، انفيرميي، اسيستونت، هذاك واش راح يتحاسب. ولكن الرؤوس الكبار، رئيس الولايه، رئيس البلديه، الناس اللي عندها الامكانيات انها تغير الامور ما تلقاش ما يتحاسبش. علاش؟ لان هذوك ديال دوريجين شايدين لي بوست تاعهم بالمعرفه. دقيقه دوك نولي لك امين ولا تعاود الله المغرب باش ما تقول لنا يا خويا. انا مضطر نمشي لانه عندي اتصال، نتمنى انك قلنا كلمه اخيره. راه كلمه اخيره، لا قدرت تكبر لي الصوره فقط، لانه الاخوه الكرام اولا لازم الجميع يعرف على انه الجزائر كانت قد الغت صفقه اقتناء طائرات اطفاء الحرائق مع اسبانيا. علاش الغتها يا الاخوان؟ الغتها لانه اسبانيا مشات مع المغرب في خطط الحكم الذاتي من اجل عيون الصحراويين. النظام في الجزائر الغى طائره باش الجزائر تحرق الجزائر ولا تقعد. المهم هي الصحراء الغربيه، المهم هو الصحراوي، ماهوش الجزائري اللي مهم عند النظام. الاخوه الكرام، هذه الحقيقه اللي للاسف الشديد ما يقدر واحد في الدوله الجزائريه يقول للنظام كيفاش نتوما تضحيوا بامور اللي هي مهمه للدوله، مهمه للشعب، مهمه للبلاد، من اجل واحدين اخرين، من اجل انه واحد الدوله دارت واحد القرار سياسي يخصها، من اجل انه احنا ناكفوا اسبانيا علاه تعترف بالمغرب ولا تعترف بالصحراء ولا ما الصحراء. الجزائري ينحرق كل سنه، ولكن النظام للاسف الشديد معليش يلغي الصفقات. الاخ هذا اللي قال عليا مروكي استنقاصا، وانا تكلمت على بوصبع، تكلمت على بوصبع اللي يهين نفسه ويهين بلاده ويهين الجزائر كدوله لما يقول انه المغرب هو اللي تسبب في الحرائق. وهذا اخ ربما ما يعرفش. خليك اخويا، ما قاطعتكش خويا، والله مشكل داخلي يروح شوف. ما قاطعتكش خويا، خليني نتكلم. انا اضمن لي حق خويا رائد. موالين اللايف يا اخو ما فهمتش. انا على بالي واش راني ندير خوتي، ما تتجاهلوناش الله يرضى عليكم. راه خويا تفضل قول كلمه ديالك. الله يبارك فيك. انا تكلمت على هذا. اسمع انا انت كي قلت له مروكي ما عبستكش انا، باسكو علاش على بالي بلي هو هنا يريبوندي لي. الله يبارك فيك. اسمع على من تكلمت انا. اسمع. في تصعيد إضافي للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، قررت السلطات الجزائرية إعادة النظر في علاقاتها مع الرباط، بعد أن اتهمتها بالتورط في الحرائق الضخمة الأخيرة التي اجتاحت شمال البلاد. الرئاسة الجزائرية في بيان لها قالت إن الأفعال العدائية المتكررة من طرف المملكة المغربية ضد الجزائر تتطلب تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود بين. هنا اتهموا المغرب بأنه سباب الحرائق اللي كانت في السنوات الماضية في الجزائر. أنا هادو اللي تكلمت عليهم، هادو اللي ضحكوا على الشعب الجزائري، بدل ما يقولوا انه الامر متعلق بالحراره، الطبيعه، الجغرافيا، نزل برق من السماء، واحد شعلها، لا لصقوها في المخزن. ولما يسالوا الناس علاش يا خويا التدخل ديالكم كان ضعيف، لانه احنا لغينا صفقه اقتناء الطائرات. يجي واحد يقول لك عندي 12 طائره، عندك طائرتين روسيتين اسمهم بيراف، وعندك 6 طائرات هادو طائرات هادو يجيبهم واحد يطفيهم من الحرائق. الاخوه الكرام، وهادو تم استئجارهم من الارجنتين. كبر الصوره شفنا الطائره هذه اللي مستاجرينها، هادو استاجروهم من الارجنتين يا الاخوه الكرام. طائرات مبيدات حشريه تهز 2000 لتر ولا 200 لتر،
ويجي يقول لك خدمنا الطائرات، غادي يشوف وانت عندك ملاير تعطيهم الافارقه. على من تضحكوا؟ قول لي اسبانيا تكاكات ومن بعد اسبانيا ما تكاكاتش خويا اسبانيا. يا خو طالع لي في روحك راهي مغربيه. تحياتي خويا رائد، ربي يحفظك. كيف كنشوفوا الموضوع اللي بغيت نتطرق ليه اليوم هو الأحداث الأخيرة المؤلمة اللي عرفتها الجزائر، وبالخصوص الحرائق والفاجعة ديال وفاة الأطفال في دار الأيتام، بعيدا عن أي تأويلات سياسية. كنترحموا على أرواح الضحايا، وهذا الشيء كيبقى فاجعة إنسانية قبل كل شيء كتألمنا كاملين كبشر. ولكن كاين واحد النقطة ضروري نوقفوا عندها، هو أنه في ظل هذه الأزمة الأصابع الاتهام ديال بوصبع دائما الجهات خارجية المروك. هذا النوع ديال الخطابات ما كيبانش لي منطقي ولا يليق بالوعي ديال الشعب الجزائري. السؤال الحقيقي اللي خصنا نتسائلوا فيه، اي دولة كتحترم المؤسسات ديالها خاصها تسأل نفسها فين هي التجهيزات المتطورة والاحترازية، فين هي خطط الاستباقية. المواطن محتاج الحماية الحقيقية، محتاج لتجهيزات حديثة، ومحتاج للشفافية في التدبير بحال هاد الملفات وهاد الحوادث. تكرار بحال هاد الاتهامات ما بقاش كيقنع الشباب، لأن أي حاجة طرات المروك. ولكن أين هي الطائرات لإخماد الحرائق؟ لا توجد في الجزائر. الشباب ديال اليوم واعي وباغي يشوف استثمارات حقيقية في كرامة الإنسان الجزائري وفي تطور البنية التحتية، ماشي في الشعارات التبونية. كنتمناو يترقاو في المستوى ديال النقاش ديالهم وحيدوا علينا هاد العقلية ديال المؤامرة اللي غادي تخليهم اللور. فين هي التدابير الوقائية؟ فين هي طائرات ديال إخماد الحرائق المتخصصة في هذا النوع ديال الحرائق؟ واش من المعقول في هذا العصر ديالنا مازال كنعتمدوا على وسائل محدودة لا ترقى لحجم الكوارث اللي كنشوفوها حاليا؟ وكل سنة فين هو التخطيط الاستباقي؟ راه ماشي من المنطق أننا نتسناو الكارثة حتى توقع عاد نبداو نقلبوا على الأسباب المروكية. كيف ما قلت لكم هادشي كيوقع كل سنة، يعني في السنة الأولى والثانية اللي وقع هادشي خاص يكون كاينين واحد الاستثمارات في الإمكانيات ديال تقوية أجهزة الحماية. هادشي غير كارثة طبيعية. أما إلا طرا عندكم حرب اش غيوقع؟ المسؤولية هنا كتحملها المؤسسات المعينة الجزائرية في التدبير. هادشي غير كارثة طبيعية. أما إلا طرا عندكم حرب اش غيوقع؟ المسؤولية هنا كتحملها المؤسسات المعينة الجزائرية في التدبير. من المواطن الجزائري من حقه أنه يطالب باستراتيجية وطنية واضحة للوقاية، ماشي بوعود كاذبة. شكرا على المتابعة، كنتمنى نسمع آراءكم بكل احترام وموضوعية في التعليقات.